سلام الله عليكم. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل الناس الجميلين اللي متابعينا على القناة. فاليوم عندنا طريقة تحضير بريوات بالسمك. فكل ما نحتاج إلى قطع سمك أبيض. يمكنكم استخدام أي نوعية من قطع السمك. نحتاج إلى جمبري، فيمكنكم استخدام أي نوع من الجمبري أو الكروفيت. إن لم يكن متوفر فيمكنكم فقط الاكتفاء بالسمك العادي الأبيض المقطع إلى قطع. نحتاج إلى فلفل أبيض، زنجبيل، كزبرة، بقدونس مفروم، كركم، ملح، فيرميسيلي أو شعرية عادية، فلفل أحمر حلو، وفلفل أحمر حار على حسب الذوق. ففي مياه جد ساخنة نقوم بوضع القليل من الملح، ونقوم بوضع الفيرميسيل أو الفيرميسيلي أو الشعرية العادية. فيمكنكم أيضا استخدام الشعرية الصينية، لكن بالنسبة للشعرية العادية فهي متوفرة أكثر. فقط هنا يرجى عدم طبخها لمدة طويلة. ففي مياه جد ساخنة نقوم بوضعها فقط لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق كحد أقصى. نقوم بإزالتها من على النار ثم تصفيتها. وفي مقلاة ساخنة نقوم بوضع الزيت، ثم نقوم بوضع قطع الكروفيت أو الجمبري. إن لم يكن متوفر فيمكنكم فقط استعمال سمك مقطع إلى قطع صغيرة. نقوم بطهي السمك أولا، ثم نقوم بإضافة الفيرميسيلي أو الشعرية، نخلط جيدا، ثم نقوم بإضافة ملح، فلفل أبيض أو إبزار أبيض، زنجبيل، كركم، كزبرة، فلفل أحمر حلو، فلفل أحمر حار على حسب الذوق، ونخلط الكل معا. فهنا يرجى عدم طبخ الخليط لمدة طويلة والاكتفاء فقط مدة دقيقة إلى دقيقتين كحد أقصى. نقوم بإضافة البقدونس، نخلط، ثم نقوم بإيقاف النار وإضافة عصير الليمون كآخر شيء. بعد إضافة عصير الليمون نخلط ونقوم بإزالة الخليط من على النار وندعه في صحن، ثم نتركه ليبرد قليلا. فبعد أن يبرد الخليط نأخذ ورق سبرينغ رول أو ورق الباستيلا أو ورق الجلاش كما يسمى بالدول العربية، ونقوم بقطعه إلى قطع مستطيلة بهذا الشكل. نأخذ أول قطعة، ثم نأخذ الكمية المناسبة من خلطة السمك، نقوم بوضعها في أول طرف، ثم نقوم بإغلاق البريوات بإحكام. فطريقة الإغلاق جد سهلة وأكيد أنكم تعرفوها. فقط يرجى وضع الكمية المناسبة ولف الورق بهذه الكيفية، ثم إغلاقه عن طريق دهن آخر طرف ببيض مخفوق أو بدقيق مخلوط مع القليل من المياه. فالنتيجة تكون بهذا الشكل. ندعوها على جنب ونقوم بتحضير باقي الكمية. بالنسبة للناس المبتدئين اللي عمرهم ما عملوا الطبق فطريقة جد سهلة، فقط الكمية المناسبة. ونأخذ أول طرف بهذا الشكل وندعه بالطرف المقابل، ثم نقوم بتني بهذه الطريقة الكيفية على تشكيل مثلثات. نواصل اللف والطيب بنفس الطريقة، ثم نضع خلطة البيض أو خلطة الدقيق والماء كما سبق وذكرت، ونقوم بإغلاقها بإحكام وتحضير باقي الكمية.
فبهذا الشكل يمكنكم تخزينها بالمجمد بعد تغطيتها جيدا واستعمالها في الوقت المناسب. فيمكنكم طبخها في زيت القلي أو يمكنكم فقط دهنها بالقليل من الزيت ووضعها بالفرن، فالنتيجة تكون مماثلة. طبق جد لذيذ جد غني وسهل التحضير، كما يمكنكم تحضيره مسبقا بكمية كبيرة والاحتفاظ به في المجمد إلى حين وقت استعماله. فبعد أن تحصل مثلثات البريوات أو مثلثات السموسة على اللون الذهبي ونتأكد من أنها صارت مطبوخة بشكل جيد، نقوم بإزالتها من الزيت أو إزالتها من الفرن، ثم وضعها بورق حتى نقوم بتنشيفها من الزيت وتقديمها بالطريقة اللي تحبوا. فأكيد عندكم طرق خاصة بكم في التقديم وأكيد أجمل من هذه الطريقة. فكيف ما كتشاهدوا اللون جد جميل والحشوة جد بارزة كما تلاحظون، القشر جد مقرمش وبالداخل الفيرميسيلي لم تتعجن وتكون بهذا الشكل، والمذاق أكيد جد رائع. راح تجربوها إن شاء الله وراح تنال إعجابكم. شكرا لكم على حضوركم، شكرا لكم على مشاركتكم، شكرا لكم على الرسائل الجميلة، وشكرا لكم على دعمكم، مشاركة الفيديو واشتراك بالقناة. شكرا لكم كثيرا وألقاكم غدا إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.